ازيكم؟ وصفة النهاردة هتعجبكم جدا لانها اقتصادية جدا جدا جدا، بدون زيت بدون زبدة بدون حليب. يعني تقدروا تقوموا تعملوها دلوقتي حالا وتطلع معاكم ارتفاعها عالي جدا كده زي ما انتم شايفين، وتطلع طرية بجد. وصفة كده خطيرة. يلا بينا بسرعة نعمل الرواني في دقايق هتكون جاهزة معانا. هنجيب 4 بيضات تكون بدرجة حرارة الغرفة، يعني لو بيض في التلاجة نخرجه قبلها بشوية. وهنجيب كوباية من السكر، كوباية يكون حجمها صغير. وهنجيب كوباية زبادي كبيرة اللي هي حجمها 170 جرام. هننزل بكل الكلام دوت في الخلاط، يعني وصفة تتعمل في الخلاط مفيش اسهل من كده. هنضربه بقى كويس جدا لحد لما القوام يوصل زي ما انتوا كده شايفين. هنبدأ بقى نجيب اي بولة عندنا وهننزل بالخليط السائل ونبدأ بقى نحضر المواد الجافة. هنحضر كوبايه، وانا نسيت يا جماعه احط الفانيليا في الخلاط وانا بضربه، فحطيته مع الخليط، حطيت نقطتين كده فانيليا. هنجيب بقى كوبايه الا ربع من دقيق البسبوسه او دقيق السمولينا. وهنجيب كمان كوبايه كبيره من الدقيق، لو كوبايه صغيره شويه ممكن تبقى كوبايه وربع من الدقيق. واخر حاجه هنضيفها البيكنج باودر. هنقلب بقى كويس جدا لحد لما المكونات كلها تختلط مع بعض، ومش عايزين هنا نقلب كتير لان الدقيق السمولينا لما بتقلب كتير بينشف معانا. احنا عايزين بس المكونات كده تندمج مع بعض ونوقف ضرب. بعد كده بقى نجيب اي قالب عندنا هنا كده، انا بمضي عشان محدش يسرق الوصفه. بعد كده بعد ما دهنت القالب معانا بالزبده، هننزل بقى كده بالخليط الحلو ده، وتكون طبعا مستخدمين الفرن قبلها على درجه حراره 180، وهنسيبه 20 دقيقه في الفرن. هنجيب بقى شربات الحلو ده هنجهزه معانا. هنجيب كوبايه من السكر، وكمان كوبايه وربع من الميه، وعصير ليمون وشويه فانيليا. وعايزين الشربات يكون قوامه متوسط، ولا خفيف قوي ولا تقيل قوي، نسيبه يبرد. وما اول لما الكيكه تخرج من الفرن نبدا بقى نسقيه بالشربات الحلو اللي انتوا شايفينه دوت. مش قادره اقول لكم بقى الكيك قد ايه طري، قد ايه طعمه حلو، خفيف جدا، لان ما فيهوش ولا اي مواد دهنيه خالص. هو يدوبك بس احنا دهنين القالب كده من تحت. بس هو باين جدا، يعني اصلا ما استنيتش لما الكيك يبرد، قطعته وهو سخن على طول. بعد كده بقى بدات ازينه بالجوز الهند. الجوز الهند اساسي في الوصفه ديت، وكمان لو عايزين تحطوا معلقه جوز هند مع خليط الكيك ممكن تضيفوا معلقه جوز هند لو انتوا عايزين الطعم اقوى. يعني لو ما ضفتوش مش مشكله، ممكن نحطه على الوش كده زي ما انتوا شايفين مع رشه مكسرات كده بسيطه بس عشان تكسر اللون. مش قادره اقول لكم بقى يا جماعه قد ايه، يعني وصفه لذيذه جدا، سهله، اقتصاديه. يعني لو ما عندكمش اي حاجه غير البيض والدقيق ممكن تقوموا تحضروها، بجد خطيره. اشوفكم في فيديو جديد، وباي باي.